صحافة زيكو، اروحوا لهذا الفيديو هذا نعلمكم شويه تصريحات ديال رئيس الاتحاد السنغالي اللي دار اخر مسمار في النعش ديالو. الاتحاد السنغالي يرد على التصريحات ديال الحاج ديوف، هذه كاع مخلطه. المهم اليوم غادي نبداو بهذه التصريحات اللي صرح بها رئيس الاتحاد السنغالي. رئيس الاتحاد السنغالي عطى فرصه للفيفا درك باش تدخل مباشره، يعني ماشي بقات اللعب، لانهم قال لهم الدوله كان على بالها بالانسحاب، حنا كان على بالنا بالانسحاب. هاجم المغرب، قال لك المغرب هو اللي يتحكم في لاكاف، قال لك منا. مهم قال شي هرطقات، مهم كذوب على الجد. راكم تعرفوا هذا الانسان هذا تعلم صحافه زيكو، تعلم من القنوات ديالنا ديال الزريبه، لانهم القنوات ديالنا ديال الزريبه ديما يهاجموا المغرب وينهزموا. هذا الانسان هذا درك من يهاجم القجع غادي يخرج بصفر، غادي يخرج منهزم. علاش يخرج منهزم؟ لانه هذا يسبق الاحداث توجور. لقاش هو شاف العقوبات اللي غادي يخرجوا، والعقوبات كبيره، راه توصل 20 مليار. قال لك 20 مليار غرامه يخلص 20 مليار، 20 مليار وزيد. قال لك المدرب قادر يوصل 5 سنين، الاخر هذاك المساعد ديالو ب 20 حتى هو 5 سنين، اللعابه حتى هما كاملين يديو عامين كاين اللي يدي، يعني غادي يتهدموا في كاس العالم. واش هو خرج يدير؟ خرج يقول لهم زعما الافارقه ساعدوني، الاعلام راه شو غادي يحقروني، يخرج للبكائيات. هذا كل شيء بكاء. لو كان عنده شي دليل، انا حطيت لكم هنايا بعض يعني الناس اللي تكلموا عليه، يكون عنده شي دليل هذا الانسان هذا، وهذا رئيس الاتحاد السنغالي حطنا الادله، ما تخرجش تكذب. يعني دروك غرق راسو. علاش؟ لانه غادي يواجه عقوبات وخاصو ادله. الا ما عندكش ادله القجع غادي يغرغرك. القجع ما غاديش يطلق منك، لانك راك هاجمت المغرب وهاجمت القجع، يعني عنده الحق غادي يغرغرك. الاتحاديه السنغاليه درك هاجمت الحاج ديوف، لانه الحاج ديوف ذكر في لوموند ديال فرنسا البارح، شكر بانه المغرب كانت عنده بنيه. راه حطيت لكم هنا هادو مقالات كاع ديال الصحفيين كاع في افريقيا راهم يهضروا على التصريح ديال الحاج ديوف. قال لهم بلي المغرب راكو ظلمتوه، ما كان لا يشري تحكيم لا والو. المغرب قال لهم بلي كان بنيه تحتيه عالميه، ملاعب عالميه، يعني كذب الاتحاديه ديالهم، كذب المدرب، كذب كل شيء، كذبت هذيك البروباغندا اللي كانوا دايرينها. يعني هذا كل شيء مشى لهم في الريح، مشى لهم في الكذوب. يعني لو تخلطت عندهم، يخرج لك لعاب من هيه يقول لك ادي سيدي تسمم، يخرج لك هذاك كان جاي ولا سميتو هذاك اللاعب السنغالي الاخر يقول لك كان عندنا الطباخ ديالنا وحنا اللي مشينا بالطباخ ديال. ما يمكنش، السنغال ما عندهاش طباخ. يعني كاع البروباغندا اللي داروها كل شيء كذوب في كذوب. وهذا رئيس الاتحاد السنغالي خرج يكذب، خرج حتى هو يدير بروباغندا ويسبق الاحداث، لانه حنا موالفين نديروا بلاغات. حنا توجور قبل ما يدقدقونا نديروا بلاغ، نقولوا للناس عاودي راهم غادي يدقدقونا، عاودي وقفوا معانا، عاودي. هذا هو الاتحاد السنغالي. فيها حسد وفيها غيره وفيها هذاك الشيء، ولكن هذا الشيء كامل وهذا البروباغندا اللي داروها وهذا الشيء اللي داروه على المغرب، كل شيء غادي يجي ان شاء الله نهارو وغادي يخلصوه كامل. يجي نهار يتخلص كامل. هادشي اللي داروا اللعابه ديال السنغال دروك، والتصريحات وداروها الاتحاد السنغالي، وهاد الهجمه اللي دارت على المغرب وهاد البروباغندا، كل شيء غادي تخلص وغادي تولي فضيحه القرن للسنغال والجماهير السنغاليه اللي ساندت هاد البروباغندا. وهاد الاتحاد اللي خالص على هاد الشيء، الاتحاد السنغالي خالص، المدرب خالص، لي مليار كانت تلعب، هذاك بو 20 اللي كان يتصل مع شكون اللي كان يهضر معاه، كل شيء هذا الشيء خالص. ولكن المغرب راه غادي معاكم، غادي يمشي معاكم ايطاب بار ايطاب. هذا الكاس هذا غادي يولي يسم عليكم. نقسم لكم بلا، انا قلت لكم 200,000 مره، هذا الكاس غادي يولي يسم. غادي تمناو لو كان ما ديتوش هذا الكاس. شفت الاتحاد السنغالي وهذوك اللعابه اللي هم فرحانين في اوروبا وكذا، من يتمناو لو كان ما داوش الكاس، لانه العقوبات اللي راه تناهم عقوبات كبيره وتعجيزيه. يعني ما عندكش كي دير كاع تبغي تطعن فيها، القجع غادي يرفد لك الدوسي به بتسجيلات الفيديوهات يحطهم في الطاس. الا ما هاد العقوبات الا ما عجبوش الطاس غادي يمشي للفيفا، وهو راه حاط الدوسي في الفيفا. في الفيفا الطاس راه ما غاديش تجاملك، الطاس ما غاديش تعقل عليك، لانه كاين محامين كبار وكاين كاين الوسائل باش غادي يحاربك القجع، لانه عنده الوسائل في يده وعنده الادله. ماشي كيما هذاك الرئيس الاتحاد السنغالي خارج يتهم في القجع ويتهم في المغرب ويتهم ويزرع الاتهامات ديالو، لانه كون كاش عنده خلفيه وشي واحد دافعه ما يخرجش بهذاك الشيء هذا. يعني هنا باش تعرف الناس هادو كيفاش يخموا. وهذا اللي يخمم بحال هاد التخميمات وحاسب راسو بانه غادي صافي ربح كاس، غرق، صافي الكاس هو اللي كل شيء. لا، الكاس الا حاجه ديتها تحسب لك، غادي تحسب لك كاس، ولكن في هذاك الكاس اللي ديتو اليوم تحسب لك الشوهه.
لانه انت سابق درت شوهات مع الكاميرون، درت مع الكوتيفوار في تونس، سابق لك يعني موراها ما غاديش تقدر دير شوهه. درك لاكاف والفيفا بغاو يخليوك عبره لاي واحد يبغي ينسحب، بغاو يخليوك انت كعبره. يجي شي واحد يدير شي حاجه يقول لك السينيغال دقدقوه، يعني هنا ما تقدرش. بغاو يخليوك انت تخاف من الحكام، بغاو يخليوك انت تحترم البلد اللي منظمه، ماشي انت داوك لطنجه واحترموك وعطاوك احسن فندق وتهلاو فيك وكذا منا، وهذاك الشيء ما شفت منه حتى شويه. جاي باش تهدم العرس، باش تهرس النهائي، باش تخدم اجنده ديال سيادك، ماشي حتى ديال الاتحاد السينيغالي ولا السينيغال كدوله، ولا نشوفوا السينيغال في المراتب الاولى في الاقتصاد. لا لا، انت جاي تخدم اجنده ديال سيادك من الاخر، وسيادك دخلوك في حيط. وهذاك التصريح ديال البارح كملت على روحك، ساليت على روحك. هذا هو الحقيقه والواقع. مول الهرطقات ديال صحافه الزيكو راه والله ما يعقلوا عليك. نهار يجي فيك ضربه صحيحه، وان شاء الله غادي تجي فيكم ضربه صحيحه قريبا، والله واحد ما يعقل عليك. كلشي يجبدوا يوليو اللور ويبقاو يتفرجوا فيك. والمغرب في كاس العالم غادي يسكت لكم الحجره كاملين ان شاء الله باذن الله، ويوقف لكم الحجره كاملين، وتما العالم كامل غادي يبقى يهضر باسم المغرب، وانتيا تولي غير صغيور. كاع داك الكلام اللي قلتوه، الهرطقات ديالكم اللي قلتوها، تولي غير هرطقات. حافظ الراجي بنفسه غادي يبقى يدير تزوينات باش المغاربه شويه يعاونوا. انا تما غادي نحاربكم بواحد بواحد، وتما كامل الهضره اللي قلتوها والبروباغندا اللي درتوها على المغرب كامله غادي تنقلب عليكم. يولي العالم يهضر على المغرب وانتم تفرجوا بعينيكم كاع على مصر ولا صحفيين مصر وصحفي. شوف، هذا هو المشكل، لانه الحمد لله كاس العالم باقي لها 4 شهور، ما باقي لهاش واحد العام ولا عامين، يعني 4 شهور عطا نشوفك واش غادي دير في كاس العالم. وما تبكيليش الا خرج لك 40 مليون للشارع، وما تبكيوش الا خرجتوا من الدور الاول والناس ضحكت عليكم، ما تبكيوش. هادشي كامل غادي تقلب عليكم، بالعكس غادي تبقاو تشوفوا غير اسم المغرب ان شاء الله باذن الله حتى للنهائي. وهنا ما كانش اللي غادي يدافع عليك. وما تجيش تكذب على الناس تقول لهم بروباغندا ولا المغرب شاري الحكام ولا شاري الفيفا، ما تقدر دير والو هنا، تبقى غير تفرج وساكت، لانه غادي تشوف هذاك الشيء في الواقع ان شاء الله باذن الله. هذه هي الامنيه ديالي اللي غادي تسكت لكم الحجره التاليه، لانه نتوما جيتوا ظلمتوا المغرب في المغرب، والمغرب قوي عليكم في افريقيا، والمغرب بين جدارته في العالم، ولكن نتوما جيتوا بغيتوا تطيحوا المغرب لانه الحسد والغيره ودافعين لكم دوال. انا نقولها دافعينكم دوال، نتوما اصلا غير مشيتوا ضحيه. هذا المدرب ديال السينيغال، رئيس الاتحاد السينيغالي وكلشي مشيتوا ضحيه، حتى اللعابه ديال السينيغال بنفسهم غادي يحشموا، غادي يخرجوا واحد النهار يقول لك ضحيه حنا المدرب. ان شاء الله الى المغرب دا كاس العالم هاك ساديو ماني ورباتو، والله الا يخرجوا بتصريح يقول لكم سمحوا لنا الشعب المغربي حنا مشينا ضحيه لواحد المدرب والاتحاد السينيغالي هو سببنا. والله لا يخليكم ديروا المغرب فوق راسكم الافارقه، والايام بيننا. الا ما وليتوش ديروا المغرب قدوه وتخدموا به، روحوا دفلوا عليه. انا عارف انا واش غادي يصرى، لانه هذاك الشيء كامل اللي داروا المغرب حمايه لافريقيا وحمايه للمشاكل. ولكن نقسم لكم بالله الا غادي يدمركم، لانه ماشي يدمركم زعما، لا بالقانون يربيكم. تعرف هذاك من تعودوا التربيه، هذاك هو اللي غادي يصرى لكم. راه البروباغندا اللي درناها حنا ما شحال 6 سنين حنديروا البروباغندا على المغرب وما طفرناش. تجي نتايا الاتحاد السينيغالي، رئيس الاتحاد السينيغالي، دير البروباغندا على المغرب باش تنجح لك، راه ما تنجحلكش. المهم هادشي اللي عندي، وان شاء الله باذن الله نتمناو ان شاء الله هاد التحقيقات اللي راها كاينه. راك زدت لها يا ودي اخويا يا رئيس الاتحاد السينيغالي، راك زدتها زينتها كاع، زينتها وسبقت البكا قبل. انت عارف واش غادي يصرى لك، سبقت البكا باش من تجيك الضربه صحيحه حتى واحد ما غادي يوقف معاك. العالم كامل غادي، بالعكس غادي العالم كامل يهضر على البومبا اللي غادي تجيك من لاكار. واخا تبغي تبكي وتقول لهم حقرونا وداروا لنا، هذيك حقرونا وداروا لنا قدامت، فهمتوا؟ هذه قدامت باش توكلك، ما غاديش توكلك هنا مع العالم كامل، ما غاديش توكلك. العالم كامل غادي تولي انت غير ضحكه، وتولي كيدير تبقى تجري بوحدك، ما تصيبش كاع دوك اللي دمروك ودفعوكم باش ديروا هذه الفضيحه وهذه الكارثه. ما غادي تصيب حتى واحد غادي يعاونك، والله ما تصيب شي واحد يعاونك. اللعابه ديالك يخرجوا يبكيو، ما كانش حتى واحد يديها فيهم، تبكي يبكي على روحك، فهمتوا؟ ياك ما جيتو تحقروا زعما حقرتوا المغرب، لا مشيتو الا ضحيه ديال دول دفعوكم ودمروكم. هادشي اللي غادي نقول لكم، وهذه هي الصراحه وباختصار. الايام بيننا، انا من نقول لكم شي حاجه، الايام اللي يضحك بزاف يبكي بزاف.
هذه هي. يقول لك اللي يضحك بزاف اجي نهارو فين يبكي بزاف. صار كيما هذاك اللي قال لهم غادي نقطع الانترنت والماء المغرب. واحد راه عندنا واحد الهاكر قال لهم هاكر انا هاكر ويلا بالجوال كبسوا كبسوا. يلا السلام عليكم، تهلاو في راسكم الى فيديو لاخر ان شاء الله.